السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا اتكلمنا امبارح عن الحرب اللي بدأت في المنطقة اللي بدأت بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وملحقا بهم الدول العربية اللي إيران بدأت تهاجمها. هي إيران بدأت تهاجم، احنا كنا سألنا امبارح هي ليه إيران بتهاجم الدول دي. في بعض الكلام اللي اتكلموا فيه مؤيدين إيران إن إيران هاجمت الدول دي لأن خط سير الطيران بتاعها عدى من خلال الدول دي. خط سير الطيران بتاع الطيارات الحربية الإسرائيلية والأمريكية عدت من الدول دي، مع إن في مسار ممكن ما يعديش منه خالص. العدو ممكن يمشي أردن، بعد كده البحر الأحمر، بعد كده يلف من ورا، بعد كده يوصل لحد إيران. المناطق دي بتبقى مش تابعة لحدود حد. يعني مثلا مصر ليها نفوذ معين على البحر الاحمر، السعوديه ليها نفوذ معين في حته بينهم، دي ميه دوليه، دي ما تخصناش احنا. يعني ولا تخصنا احنا ولا تخص السعوديه، دي ميه مش في المجال الجوي بتاعنا ولا بتاعها. فانا بميل ان اسرائيل عدت من القطاع اللي هو ايه، مش تابع للدول، علشان ما تحطش الدول دي في احراج وما تحرجهاش. تاني حاجه، دلوقتي احنا رايحين فين؟ احنا زي ما قلنا امبارح ان مضيق هرمز هيتقفل، وهو فعلا اتقفل. واول ما مضيق هرمز اتقفل، اعرف ان البترول والمنتجات البتروليه هيرتفعوا. ليه؟ مضيق هرمز ده ببساطه بيعدي منه حوالي خمس او ربع الانتاج العالمي من البترول والمنتجات البتروليه. يعني كل منطقه الخليج العربي بالسعوديه بالحاجات دي بتعتمد على على منطقه مضيق هرمز. فلما ايران قفلتها، يبقى كده في نقص في خمس او ربع الامداد بتاع البترول للمنطقه، للعالم كله، وبالتالي المنتجات البترولية هتغلى. وكنا اتكلمنا في ان اسرائيل ممكن هتوقف تصدير الغاز لينا لأي سبب، وفعلا حصل اللي احنا قلناه، ان اسرائيل وقفت استيراد الغاز بحجة الحرب، ووقفت تصدير الغاز لينا بحجة الحرب. وده هيعمل لينا احنا مشكلة في محطات الكهرباء. وقلنا ان لازم الحكومة بتاعتنا تكون جاهزة بسيناريوهات لتعويض الغاز الإسرائيلي وللتعامل مع المشاكل دي. كمان دلوقتي في نظرية المؤامرة بتتكلم ان نفس فكرة بالظبط اللي حصل في فنزويلا حصل في ايران، ان في ناس من جوه النظام بتتواصل مع القيادة الأمريكية ومع المخابرات الأمريكية بهدف تغيير النظام من الداخل، والتضحية فقط برأس النظام وليس التضحية بكل النظام. وده اللي هنعرفه في الأيام الجاية وهنتكلم عنه أكتر، فتابعونا.